المغرب وقطر حرصا في عهد جلالة الملك محمد السادس نصره الله وسمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على بلورة علاقات خاصة متميزة وتنسيق منتظم تعزز اليوم بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها أمير دولة قطر إلى المغرب. ويقيم جلالة الملك محمد السادس حفظه الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي إسماعيل مأدبة عشاء رسمية على شرف أمير دولة قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني هنا بالقصر الملكي بمراكش. يحضر مأدبة العشاء الرسمية هاته الشيخ جوعان بن حمد بن خليفة آل ثاني والشيخ محمد بن حمد بن خليفة آل ثاني وأعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو أمير دولة قطر. كما يحضر مأدبة العشاء الرسمية رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ومستشار صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية المعتمدة بالرباط وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وشخصيات مدنية وعسكرية.